اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. اليوم جيت نقترح عليكم واحد الوجبه اللي كتقدروا تعتمدوها في الغداء ديالكم اولا في العشاء ديالكم، اللي هي الشعريه بالدجاج. غادي تشوفوا معايا واحد الطريقه اللي غادي نعتمدها باش ما تجيناش الشعريه معجنه وتجينا على الشكل اللي كتشوفوا معايا. قبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد، واللي بغى يشوف معايا الطريقه والمكونات يتبع معايا الفيديو حتى الاخر. وعلى بركه الله نبداو الفيديو ديالنا. اول حاجه كنبداو بها، خديت هنا 500 غرام ديال صدر ديال الدجاج، قطعته لقطع صغيره وانتم كتخدموا بالكميه اللي بغيتو. بصله متوسطه الحجم حتى هي مشلضه اولا مقطعه لقطع صغيره. 4 كاس صغير ديال زيت المائده. وفي العطريه كنحتاجوا 2 معالق صغار ديال التحميره، معلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي، معلقه صغيره مع مرش ديال الابزار، معلقه صغيره ديال السكينجبير، ومعلقه صغيره ديال القزبر حبوب. كنزيدوا عليها 2 معالق صغار هنايا ديال الملح، وكنزيدوا عليهم كاس صغير ديال الماء اللي كيكون بارد. وغادي تشوفوا معايا هنايا العافيه، يعني العافيه ما بغيناهاش هنا تكون مهيله، بغيناها تكون متوسطه كتشوفوها معايا في الفيديو. وكنبداو هنايا كنشحروا يعني المكونات ديالنا كامله، كنديوهم ونجيبوهم في هذيك العطريه حتى كيتشرب لينا داك الدجاج العطريه كامله اللي درنا. كنزيدوا عليها 2 معالق كبار ديال القزبر ومعدنوس اللي كيعطيو واحد اللذه زوينه للشعريه. وهنايا كنبداو يعني نشحروا فيهم حتى كيتجانسوا لنا المكونات كامله، وكنغطيو على الطنجره وكنخليو يعني حتى كطبخ لينا ديك المريقه اولا كتغلى لينا عاد كنحلو على الطنجره. غادي تلاحظوا معايا هنايا يعني من بعد ما غلات لينا المريقه غادي ندوزو باش نمرقوها حتى جيت هنايا يطرو نص ديال الماء بارد، يعني مرقتها بيطرو نص ديال الماء بارد. كنغطيو عليها وكنخليو المريقه ديالنا حتى كتبدا تطبخ اولا كتغلى لينا، وكنمشيو هنايا كنوجدوا الشعريه هنايا خدمت بالشعريه الغليظه واحتاجيت هنايا 750 غرام اللي هي كيلو لاروب. غادي ندهنها هنايا بشويه ديال الزيت، يعني خديت هنايا غير 4 كاس صغير ديال زيت المائده. وكنبداو هنايا يعني كنبسبسوها كامله باش هكا ملي كنديروها اولا كنطيبوها ما كتعجنش لينا، لان حنا هاد الشعريه غادي نديروها تفور، يعني ما غاديش نجي ونطيبها ديريكتومون، غادي نديرها تفور هي الاولى. هنايا كناخذ الكسكاس من بعد ما كنكون دهنتها بالزيت، وكندير الكميه ديالي كامله في هذاك الكسكاس. وهنا من بعد ما كتكون غلات لينا المريقه كنديروا الشعريه ديالنا هنايا تفور لمده ديال 15 دقيقه. ومني كدوز 15 دقيقه كندير معكم واحد التجربه. كناخذوا هنايا يعني وحده من الشعريه وكنجمعوها على جوج، يعني كنطويوها على جوج. الا تهرسات لينا مازال خاصها طيب شويه، الا ما تهرساتش يعني راها صافي طابت وخصنا نعاودوا نحيدوها باش نكملوها في الطياب ديالها. هنا من بعد ما دازت 15 دقيقه ودرت معكم هذيك التجربه، غادي نحتاجو هنايا كاس صغير ديال الماء اللي كيكون بارد، وغادي نبداو هنايا نسقيو به الشعريه ديالنا. هكا كنعاونوا الشعريه باش ترطب لينا شويه وتعاوننا شويه في الطياب، يعني كنمشيو بنفس الطريقه حتى كنكملوا الكميه ديالنا كامله ديال الماء. وكنرجعوها للكسكاس باش تفور المره الثانيه لمده ديال 15 دقيقه. يعني في هاد الشعريه هذيك غادي نحتاجوها تفور لينا 2 مرات. ما كنغطيوش على الكسكاس، وكونوا اكيدين اننا ملي كنتبعوا هاد الطريقه اننا كنفوروا الشعريه عاده باش كنطيبوها راه ما كتعجنش لينا وكتجينا يعني الشعريه مفرقه حبه حبه. هنا من بعد ما دازت 15 دقيقه وكنبداو هنايا نحلو في الشعريه بشويه بشويه. الا كانت شي بلاصه تجمعات لنا اولا تكورات لنا راه كنحلوها. كتلاحظوا معايا اننا كتكون مازال سخونه، يعني كنخدم بها شويه وكتحرقني شويه. هنا من بعد ما كنكونوا كملنا من الشعريه كندوزو للدجاج. من بعد ما كنقلبوا انه كنلقاوه طاب كنحيدوه وكنخليوه في واحد الاناء كنحتفظوا به حتى كنبغيو يعني نقدموا الشعريه ديالنا. وهنايا كنلاحظوا ان يعني ما بقاتش لينا المريقه بزاف حيت غادي نحتاجو باش نطيبوا فيها الشعريه. عاودت هنايا مرقتها باطرو لاروب ديال الماء، يعني درت هنايا اطرو لاروب ديال الماء. كنزيد 2 معالق صغار عامرين ديال معجون الطماطم، غادي نزيدوا عليهم 2 معالق كبار ديال القزبر ومعدنوس، ونخليو كل شيء حتى يطبخ. عاد ندوزو للمرحله الاخرى نغطيو عليها ونخليوها حتى نرجعوا ليها من بعد. وهنا من بعد ما كتغلي لنا المريقه ديالنا كنبداو هنايا كنزيدوا الشعريه ديالنا تدريجيا، يعني كنزيد شويه وتنحركوها عاوتاني كنزيدوا الكميه الاخرى حتى كنكملوا الكميه ديالنا كامله. وكونوا اكيدين انكم الا تبعتوا معايا يعني نفس المراحل ونفس المقادير اللي درت من بدايه الفيديو حتى لدابا، كونوا اكيدين انها غادي تجيكم لذيذه بزاف وما غاداش تعجن معكم، وغادي تجيكم يعني الشعريه مفرقه حبه حبه. هنا كنخليوها حتى كتبدا طيب، ومره مره كنطلعوا عليها تنحركوها هكا باش ما تلصقش لنا من التحت وما ما تحرقش لنا من التحت. ومني كطيب
كنوجدوها في طبق التقديم. وهذا هو الشكل النهائي ديال الشعريه ديالنا من بعد ما وجدات لينا. يعني شوفوا الشكل ديالها كيفاش كيجي، والمذاق ديالها كيجي لذيذ بزاف. خصوصا انا من عشاق هذه الوجبه هذه. كنقدر هنا نقول لكم انكم تقدروا يعني توجدوها بالدجاج، تقدروا توجدوها بالكفته، تقدروا توجدوها بالجناح ديال الدجاج، يعني اي حاجه متوفره عندكم في البيت. والاهم من هذا الشيء انها اقتصاديه، يعني وجبه اللي سريعه التحضير. وكيف ما كتشوفوا معايا هنا يعني شوفوا يعني الشعريه كيفاش كتجينا. غادي نحاول نقربها لكم الكاميرا باش تلاحظوا انها كتجينا مفرقه وما كتجيناش معجنه. هنا كنقول لكم الى عجبكم الفيديو ما تنساوش انكم تبارطاجيو الفيديو وتدعموه بلي لايك، والا جربتوها ما تنساونيش من لي كومونتير ديالكم. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفه جديده.